بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ يا رب اتمنى تكونوا بخير وفي احسن حال. جاي عندك كتاكيت بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه جميله وحاجه زي العسل. احنا طبعا الفرخ الابيض بنقول اهم حاجه نهتم بيه عشان ناخد التحويل التمام، التحويل المظبوط، ان هو ايه، الفرخ يحول معانا. الفرخ الابيض لو وقف التحويل بتاعه، الفرخ الابيض مش هتاخدي منه يعني اوزان. فنجاح الفرخ الابيض ان انت تهويته تدفيته تبقى مظبوطه، فرشه نظيفه مطهره، عشان طبعا ما يجيناش اي ميكروبات ولا اي حاجه. بالنسبه طبعا ايه للفرخ الابيض، عشان الفرخ الابيض دوت بيبقى ايه، يعني هو بيبقى عايز عنايه عشان تاخدي منه اوزان. هتراعي وتنضفي وتهوي. طبعا انا كانت في هنا زي ما انتم شايفين كده، كانت في كرتونه انا شلتها هنا. طبعا الحته دي تحت السلم، انا شلت الكرتونه كده طبعا عشان تهوي، عشان طبعا ايه هم ابتدوا ايه يكبروا. ابتديت لقيت في زي نهجان كده. انا طبعا مشغله لمبه بيضه، فطبعا لازم ايه احافظ عليهم ان انا ما اخليش في عندهم اي مشكله بالنسبه للتهويه ولا التدفئه ولا اي حاجه، ان هي الفرشه تبقى نظيفه وتبقى جافه. طبعا الفرشه دي بنرش جير مطفي، وبعدين بنرش رشه نشاره خفيفه طبعا عشان الصيف. طبعا احنا في اخر الصيف بس الدنيا في برضو حبه هوا، اللي هو الرطب بتاعت البلح بيبقى فيه هوا بالليل. بس طبعا هما في المكان انا حاطه ترمومتر درجه الحراره بتاعتهم مظبوطه. طبعا انا عيني على الفرخ لقيت فيهم بينهجوا، فحاولت ان انا اشيلهم الكرتونه النهارده. وطبعا عشان تحافظي على الفرخ وان انت يفضل معاك التحويل تمام، فلازم ان انت تحافظي بكل حاجه. وطبعا النهارده جايين بمعلقتين. المعلقتين دول احنا استعملناهم امبارح وهنستعملهم النهارده برضو. بنقول الفرخ الابيض بيبقى من يوم العاشر بتاخدي جرعه الاكسيديا والكوليستيريديا. احنا طبعا هم عندهم النهارده بين 9 ايام. 9 ايام، النهارده 9 ايام. فانت بتحاولي بقى ان انت تديهم المعلقتين اللي هم ايه، يغنوكي من المشاكل اللي هي هتيجي بتاعه الاكسيديا. وما تجيبيش علاج اكسيديا، لا طبعا احنا بنجيب حاجات من مطبخنا زي ما انتم شايفين. طبعا بسم الله ما شاء الله، يعني حاجات بسيطه جدا. احنا طبعا لمينا العلف اللي في العلافات بيبقى ناعم ما بياكلوش، وحطينا عليه بقى الايه كام معلقه اللي احنا قلنا عليهم. طبعا المعلقتين المهمين اللي هم ايه، الزعتر الشيح بتاعنا العادي، وكمان معلقه نص معلقه كزبره ونص معلقه كمون. دول برضو ايه جمال جدا للفرخ. هنحط طبعا احنا هم كبروا، اللي طبعا احنا بنحط لهم كل يوم كيلو، فطبعا من بالليل لتاني يوم. النهارده طبعا الكميه قليله ان هم ابتدوا يسحبوا. هنحط ايه عليهم ايه، كوبايه تاني. الكوبايه دي ربع كيلو. هنقلب كل الخليط اللي هو ايه الجاف مع بعضه، الزعتر مع الشيح مع الحاجات دي. الحاجة التانية بقى اللي هي البصلاية والثومية والليمون والعسل اهم. دول برضه هنقلبهم كده. دول لازم لا غنى عنهم. العسل جميل جدا في التحويل، وجميل كمان في ان انت تاخدي منهم، برضه بيزود الوزن، فاتح شهية، منشط كبد. يعني حاجة العسل حاجة جميلة جدا. فطبعا احنا حاطين لهم كذا حاجة. طبعا هم ابتدوا يسحبوا معانا. واهم حاجة ان انت قلنا ايه، الكتكوت اللي انت هتجيبيه يبقى فرز اول، عشان طبعا الفرز الاول بيبقى معاكي تحويله جميل، مفيش اي مشاكل. لكن انت لو جبتي كتكوت مش موثوق فيه او مش فرز اول، اتاكدي ان الكتكوت مش هيشيل معاكي وزن. احنا الحمد لله والفضل لله والشكر لربنا ان احنا الاوزان بناخدها بسم الله ما شاء الله اوزان عاليه. يعني احنا الفرخ يوم ما هيقول على شهرين، يعني احنا بناخد اوزان من يعني شهرين بس بيجيب معانا من 3 كيلو، من 2 قصدي و2 كيلو، 2 ونص، 2 وربع، 2 ونص، و3 و3 الا ربع. ده في ممكن في ال 30 يوم، 33 يوم. احنا بقى بنقعده ايه اكتر من ال 30 يوم واكتر من 35 يوم بياخد بقى بيجيب معانا اوزان. انا طبعا انا معايا الفرخ بدل انا ما اذبحها 2 كيلو ونص، لا طب ما انا اخليها تشيل معايا 3 كيلو ونص، 4 كيلو. انا كنت ذابحه 4 كيلو ونص كمان، كان على ما باين كان 60 يوم حاجه زي كده. فانا طبعا هذبح على 35 يوم، لا انا استنى كمان شويه هاخد الفرخ بسم الله ما شاء الله محمل معايا وزه كده، اروح ذبحاها هتملى بيها ايه، تعمل لك حاجه حلوه كده. فان شاء الله كده هنحط بقى الخلطه دي قدامهم ونرجع تاني. احنا طبعا نزلناهم بالخلطه زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا انا بحط علافه تاني، بس انا طبعا عشان التصوير حطيت واحده بس.
عشان طبعا ايه ان انا اعرف اصورهم ان هم يبقوا ايه زي ما انتم شايفين كده بالمنظر اللي هم الورده اللي هم عاملينها دي. فزي ما احنا قلنا تربيه الفراخ البيضه سهله، هي صعبه وسهله، سهله على ان انت تعرفي الفرخ الابيض عايز ايه. طبعا زي ما احنا قلنا الحاجات دي بتيجي ايه من ان انت جربتي مره واتنين بتاخدي خبره. فالحمد لله طالما خدتي خبره خلاص هتبقى تربيه الابيض من اسهل ما يمكن. يمكن انا كان عندي فراخ بلدي وراحت مني اغلبيتها ان انا كنت طبعا حطاها وكانت والله اهتمام وكل حاجه. بس الفرخ الابيض عشان انت بتبقي حاطاه في مكان مقفول هتضمني ان شاء الله مش هتجيله اي مشكله. طبعا هي مشكله الفرخ الابيض ان انت بس ايه هو مبيبقاش عايز حر. في الحر ده لما بتكبر بتبقى الفرخه مش عايزه درجه حراره عاليه، بتبقى لها درجه حراره مناسبه. يعني الفرخه الكبيره بتبقى عايزه اي درجه الحراره 24 لما الفرخه بتكبر. فانت طبعا بتبقي ايه متوفري بقى. ولو البني ادم يعني انت عندك مكان حر بتحاولي بقى الفرشه اللي تحتهم بتبقى على طول مش تقيله، بترش جير. الجير ده يا جماعه بيمتص اي حاجه، بيمتص الرطوبه، بيمتص الحراره، بيمتص اي حاجه، ترشي تحتهم جير. ده غير بقى ان انت بترطبي بقى ايه على الفرخ ان انت تحطي بقى حبه حاجات مرطبات بقى. ان شاء الله الناس اللي هتتابعنا هتشوف معانا كل حاجه. فاحنا طبعا يعتبر في الصيف برضو، لسه احنا في كده في الصيف ان شاء الله كده برضو ايه يعني هو يعني اخر الصيف بس برضو يعني لسه شويه. فان شاء الله كده اللي هيتابعوا معانا هيشوفوا الدوره دي. بس طبعا ما تنسوش من الصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وتدعمونا طبعا باللايك والاشتراك. شرفنا اشتراككم في القناه عشان القناه تكبر بيكم طبعا، وان احنا نستمر ونقدم لكم المزيد. يعني احنا طبعا الحاجات اللي احنا بنربيها دي بتبقى مش جايه كده. يعني انت عشان تربي مش اول مره بنبقى اساتذه يعني، او ممكن تبقي اول مره ما تحصلش عندك مشكله بس بعد كده بتحصل مشاكل تاني مره. فانت بتبقي لسه الخبره هي اللي بتخليكي تقدري ان انت تسيطري، تقدري ان انت تتعاملي. الفرخ طبعا بيبقى عايز انت عينيك عليه. يعني انا النهارده لقيت كنت حاطه كرتونه هنا. الناس اللي كانت متابعانا الفيديوهات اللي قبل كده كنت حاطه كرتونه هنا، انا شلتها لان انا حسيت الفراخ حرانه، لقيتهم فاتحين بقهم كده، حسيت ان الدنيا عندهم حر. فانا رحت فاتحه لهم الكرتونه دي. انا بقى ممكن بالليل لو الدنيا هتبقى يعني هلاقي في طراوه تنزل بالليل، بيبقى من دول طراوه البلح. فايه ممكن السلاكه بقى عندي ليها سقفها برضه سلك، ممكن اغطي النص واسيب النص بحيث ان انا احافظ على حاجتي، ان انا اوصل بيها بالدرجه اللي انا المناسبه اللي هو عايزها، بحيث عشان اخد منهم التحويل طبعا ما يقفش معايا. لان طبعا الكتكوت الابيض لو التحويل وقف ما بيديكيش اوزان بعد كده. فاهم حاجه في اول 10 ايام التحضير صح هتاخدي الفرخ بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفه كده. اللهم بارك. انا معايا الفرخ اهو لسه ما رباش ريش، بسم الله ما شاء الله، وبعمل صدر الله اكبر يعني. فالفرخ بسم الله ما شاء الله. الاوزان طبعا انا كنت وزناهم يا 4 ايام يا 5 ايام مش متذكره. كنت وزنه كان الكتكوت عامل 100 جرام، كان في عامل 90 جرام، كان في 95. دلوقتي ممكن يعمل له ممكن 200 يعني في الحدود دي. ان شاء الله كام يوم برده هنوزن ونطمن معاكم ونشوف الاوزان اللي معانا. طالما الفرخ لو 10 ايام جاب لك 250 يعني ربع كيلو، تاكدي ان الدوره دي هتبقى بسم الله ما شاء الله ممتازه. بس هتمشي بنفس تمشي معاها بنفس اللي انت اللي انت هتحافظي كنظافه كتهويه. وكمان يعني ما تحاوليش ان انت تقفلي عليهم بالليل برضو، تقولي عشان الدنيا بالليل لو بردت وتيجي الصبح تفتحي، لا كده برضو غلط. التهويه بتبقى هي التهويه. لو انت بقى عايزه الدنيا هتبرد ممكن تشغلي بقى لمضه صغيره، لمضه اللي هي ال40 ديت او اللي هي الصغيره. ده لو الدنيا بقى بردت بالليل انت بقى عينك عليهم. لو الدنيا كويسه طبعا احنا بنعمل الخلطه البصل دي برضو بتعملهم تسخين للدم، بحيث ان برضو لو نزلت رطوبه ولا حاجه تبقى انت محصناهم. طبعا البصلايه مع فصين توم مع ليمونه، دول بسم الله ما شاء الله مضاد حيوي، فاتح شهيه، مطهر معوي، حاجات جميله جدا. والكزبره والكمون برضو المعوي. احنا شغالين دلوقتي على المعوي. احنا في الاول كام يوم الاولين اشتغلنا على البروتين الزياده، ان احنا طبعا الكتكوت بيبقى واخد البروتين 23 وهو صغير بيبقى عايز بروتين عالي. احنا زودنا البروتين. طبعا الناس اللي متابعانا عارفه احنا كنا بنحط في الايام الاولانيه عشان ان احنا نزود نسبه البروتين في العلف بزياده، مش 23 لا نخليها اكتر من 23
عشان احنا نأسس الفرخه، يبقى الفرخ بعد كده ما يجيلوش كساح، ما فيش مشكله معاكي ان انت بتأسسي. احنا خلاص تعلمنا نسبه البروتين، دلوقتي بقى بنشتغل على اللي هو ايه بيحصل بعد كده. بيحصل بعد كده الامعاء بتاعتهم لازم ان انت عشان الاكسيديا والكوليستيريديا تحافظي بقى بالايه كام معلقه اللي احنا استعملناهم دول اللي هم من مطبخك. طبعا الفرخ طالما معدته سليمه زي ما قلنا، لو اكلتيه ايه هيحول معاكي. الفرخ ما معدته ما اتظبطتش او عنده مشكله معويه تنفسيه، تاكدي ان هو ايه الفرخ مش هيحول معاكي. وزي ما انتم شايفين كده انا ما عنديش اسهالات برده، كلهم بسم الله ما شاء الله الحمامات بتاعتهم مظبوطه، فكده احنا ما عندناش مشاكل. هي كان في طبعا حبه اسهالات في الايام الاولانيه، عادي طبيعي جدا ان انت في اول الدوره بيبقى الفرخ بيبقى جاي، ممكن يعمل لك حمام سايل، يعمل لك حمام رغوه، يعمل لك حمام يعني بالوانها، لان طبعا في اول الايام الاولانيه اللي هي او من يوم ل6 ايام كده عادي، او ممكن من يوم ل8 ايام عادي. انت كده ما فيش، انت بتبقى واخده التحصينات بقى بتاعتهم اللي بتديها لهم، بيبقى فيها طبعا مضاد حيوي للاسهالات للسالمونيلا، لاي مشكله الفرخ يكون فيها جاي بيها. لان طبعا لو الفرخ الام فيها مشكله وجا عندك، تاكدي ان هو هي ما اديتلوش التحصينات الاولانيه دي، ممكن يكون واخد العدوى من الام. انت حضنتي صح وربيتي صح، بس لو هو انت ما جبتيش الجرعات الاولانيه دي وهو واخد التحصينات من واخد العدوى من الام، فاكدي ان العدوى هتوصل عندك. فعشان انت تطمئني وتبقي في السليم، انت لازم تعملي التحصينات اللي هي بتاخديها الجرعه اولى وجرعه ثانيه، وفي جرعه ثالثه بقى اللي هي ايه منشط للنمو، يعني منشط لنمو الفرخ، وبيبقى معاكي بقى التحويل ايه مستمر، ما يخليش زي حاجات فيتامينات وكده زي ما احنا بندي مثلا في اول الايام الثلاث الاول من اليوم الاول او الاربعه بتدي الف دال 3 اهي، دول برضو زيها في الجرعه الثالثه. دي الجرعه دي هو ادهاني، فبسم الله ما شاء الله يعني زي ما انتم شايفين التحويل الله اكبر. الفراخ طبعا منتشره، مفيش حد، مفيش حر، مفيش، انت طبعا بتحاولي بقى زي ما احنا قلنا هوينا، فكده احنا هناخد نتيجه ان شاء الله جميله وزي العسل. بس طبعا ايه نتمنى ان يكون الفيديو ده اللي عجبكم، وبس ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وكومنت حلو، واي سؤال اي استفسار تحت امركم. واقول لكم حبايبي الغاليين اشوفكم على خير، واتمنى لكم السعاده والخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.